بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة أنا هسألكوا سؤال، هو تجويد القرآن وتعليمه فرض على كل مسلم ولا لأ؟ فرض طبعا، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة إنهم يتعلموا تجويد القرآن. يعني ربنا بيقول في القرآن في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. وبعدين علماء القرآن بيقولوا إيه؟ ومن لم يتعلم تجويد القرآن فهو آثم، عليه ذنب. أعتقد يا جماعة إن الناس دلوقتي بتتعلم إنجليزي وفرنساوي وكمبيوتر وجاي عند القرآن وما اتعلمهوش، فده معناه إيه؟ طب يعني لو الناس دي لو ماتت هيقابلوا ربنا إزاي؟ يعني لو واحد عنده 40 سنة 30 سنة 20 سنة ولسه ما اتعلمش، هيقول لربنا إيه؟ لو هو اتعلم كل حاجة في الدنيا وجينا عند القرآن وما اتعلمناهوش، دي مشكلة. فأنا يا جماعة في الفيديو دوت أنا هشرح فيه يعني تجويد القرآن، وطبعا بنسبة يعني لو طبقته ان شاء الله بنسبة 70% تبقى اتعلمت تجويد القرآن. فانا عاوزك تحمل الفيديو ده عندك وتنزله بحيث انت تتابع معاه وتطبقه، وان شاء الله في خلال اسبوعين باذن الله تكون اتعلمت التجويد. فانا هبدأ دلوقتي الحكم الاولاني، ربنا يعيننا. انا دلوقتي يا جماعة هبدأ في شرح اول حكم. بصوا يا جماعة، اي ميم واي نون في القرآن كله، اي نون واي ميم في القرآن كله يجي عليهم شدة نقف عليهم حركتين. يعني ايه نقف عليهم حركتين؟ يعني يوم يكون الناس يوم يكون الناس، مش يوم يكون الناس، لا، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مثلا. فأما مش فأما، لا، فأما ليه؟ لأن الميم جه عليها ايه؟ شدة من فوق. مثلا ثم كلا سوف تعلمون، الميم جاي عليها ايه؟ شد، يبقى نقف عليها حركتين. ثم كلا، هنا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى اي ميم واي نون في القرآن كله يكون عليهم شدة نقف عليهم ايه؟ حركتين. خلاص، زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة في الحكم الاولاني، ان زي ما اتفقنا ان اي ميم واي نون يكون عليهم علامة الشدة هنقف عليه حركتين. يعني هوريكم بقي عشان انتوا كمان تشوفوا. يعني مثلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فأما مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، مثلا عما يتساءلون. الحكم التاني يا جماعة هو حكم المد. بصوا يا جماعة، أي مد هيقابلنا في القرآن، أي مد، ودي علامة المد أهي، أي مد هيقابلنا في القرآن كله هنمده 4 حركات. يعني ايه 4 حركات؟ يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى أي مد هيجي في القرآن كله يكون نمده 4 حركات. وفي بس في حكم تاني في المد كده عايز أقوله لكم يا جماعة، هو سهل أوي برضو. بصوا يا جماعة، فإذا جاءت، يبقى الجيم أدي أهو المد أهو هنمده 4 حركات. فإذا جاءت الطاء، بصوا بقى يا جماعة، هو ده الحكم اللي عايز أقوله لكم. أي مد يقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شدة هنمده 6 مش 4. أي مد هيقابلنا الحرف اللي بعديه يكون عليه شدة هنمده 6 حركات. يبقى فإذا جاءت الطامة الكبرى. زي ما وضحت لكم يا جماعة في الحكم التاني ان اي مد هيقابلنا هنمده 4 حركات، ما عدا المد اللي هيكون بعديه الحرف يكون عليه شدة 6. وهوريكم بقى عشان تعرفوا ازاي. يعني مثلا قل يا، اهو يا جماعة، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا، خلاص. فإذا جاءت الصاخة
جماعة أنا إيه وريتكم إزاي المد. الحكم الثالث في سورة العاديات. بصوا يا جماعة، أي قاف وأي طه وأي ب وأي جيم وأي دال، والعلماء اختصروها في كلمة اللي هي قطب جد. قطب جد. أي قاف وأي طه وأي ب وأي جيم وأي دال يكون عليهم علامة السكون. السكون اللي هي عند الدال الصغيرة دي يا جماعة أهي، الدال عليها سكون، القاف عليها سكون، الطه عليها سكون. الحروف دي بقى اللي هي قطب جد، قاف وطه وب وجيم ودال، يجوا عليهم علامة السكون أو يأتوا في نهاية الآيات، أو الحروف دي تيجي في نهاية الآيات أهو. نعمل إيه؟ نقلقلها. يعني إيه نقلقلها؟ بالطريقة ديت: والعاديات ضبحا، مش ضبحا لا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الدال عليها سكون، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. مش فوسطنا لا، فوسطن به جمعا. مثلا جنات عدن تجري من، خلاص يا جماعة يبقى ايه اهي عند السكون جت وتيجي في نهاية الآيات. عشان اوضح لكم برضو اسهل، سورة الفلق اهي: قل اعوذ برب الفلق، القاف دي من حروف ايه؟ قطب جد، يبقى نقلقلها: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. كده انا وضحت لكم ايه الحكم الثالث. زي ما وضحت لكم يا جماعه في الحكم الثالث ان اي قاف واي طه واي ب واي جيم واي دال يكون عليهم علامه السكون او يجوا في نهايه الايات نقلقلها. يعني نقلقلها يعني فوسطن به جمعا، فوسطن به جمعا. مثلا فالموريات قدحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، مش صبحا، فالمغيرات صبحا. مثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحكم الرابع يا جماعة في سورة الزلزلة. بصوا يا جماعة، أي تنوين هيجي في القرآن أو أي نون مش عليها تشكيل، أي تنوين يا جماعة من أشكاله، شرطتين تحت شرطتين فوق ضمتين فوق، أي شكل من أشكال التنوين أو أي نون مش عليها تشكيل زي دي أهي وهي، أي نون مش عليها تشكيل أو أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها حرف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والواو والنون، والعلماء برضو اختصرها في كلمة اللي هي كلمة يرملون. نعمل ايه؟ ما ننطقش التنوين وما ننطقش النون وننطق اللي هي حرف من حروف يرملون. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا يومئذ يصدر، يومئذ يصدر والمدة حركتين. مش هنقول يا جماعة يومئذ يصدر، لا، هنشيل التنوين وهننطق اليه ونمدها حركتين. يومئذ يصدر. مثلا ومن يعمل، اهي نون مش عليها حاجة والحرف اللي بعدها جه ايه؟ يه، يبقى ومن يعمل. اوضح لكم شوية واسهل في الموضوع في سورة المسد. بصوا يا جماعة، تبت يدا ابي لهب وتب، ادي تنوين جه وبعد كده واو، والواو دي من حروف ايه؟ يرملون. يبقى لهب وتب، مش هنقول لهب وتب، لا، لهب وتب. مثلا في جيدها حبل من مسد، ادي تنوين جه وبعديها حرف ايه؟ الميم، حرف الميم ده من حروف ايه؟ يرملون. يبقى حبل من مسد، ودي نون، والنون عليه حاجة؟ لا مش عليه حاجة، جه بعدها الميم يبقى ايه؟ حبل من مسد. في سورة العلق النون دي يا جماعة عليه حاجة؟ جه بعدها حرف ايه؟ الره. طب الره دي من حروف ايه؟ يرملون. وقلنا اي تنوين يجي او اي نون مش عليها حاجة
ويكون بعدها حرف من حروف يرملون ما ننطقش ايه التنوين ولا ننطق النون. يبقى الرآه، الرآه النون مش عليها حاجة، ما كده جاي حرف ايه الر، يبقى الرآه استغنى. يبقى زي ما وضحت لكم يا جماعة في الحكم الرابع ان اي تنوين هيقابلنا واي نون مش عليه تشكيل يجي بعدها حروف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والواو والنون، نعملها كالآتي زي ما انا هوريكم بقى كده. يعني مثلا يومئذ يصدر، مش يومئذ يصدر، مش هننطق التنوين وهننطق اليه ومن ده حركتين. يومئذ يصدر مثلا فمن يعمل، مش فمن يعمل، فمن يعمل مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، مش لهب وتب، لا لهب وتب. مثلا حبل لام وعليها تنوين كده ميم، حبل من مسد. تاني حبل من مسد. مثلا الآية الأخيرة اللي هي أن رآه استغنى، مش أن رآه، لا أن رآه استغنى، مش هننطق النون لأن النون مش عليها حاجة، يبقى أن رآه استغنى. بس كده. الحكم الخامس يا جماعة اللي هنبدأ فيه دلوقتي، بصوا يا جماعة، أي تنوين يجي، أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها الحروف ديت عين أو غين أو ح أو خ أو همزة أو هاء، ننطق التنوين. أي تنوين يا جماعة هيقابلنا يجي بعدها الحروف ديت اللي هي عين أو غين أو ح أو خ أو همزة أو الهاء، والعلماء سموها حروف الإظهار، ننطق التنوين. زي مثلا ومن شر غاسق إذا وقب، هو نطقت التنوين ومن شر غاسق إذا وقب. سورة مثلا التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ادي تنوين يا جماعة وجيب بعد حرف ايه العين، والعين دي من حروف ايه الإظهار اللي هي العين او الغين او الحاء او الخاء او الهمزة والهاء. قلنا اهو تنوين كده عين، يبقى يومئذ عن النعيم في سورة العلق 16 ناصية كاذبة خاطئة، ادي تنوين جه وبعد كده حرف الايه الخاء، يبقى كاذبة خاطئة في سورة التين آية 6. بصوا يا جماعة تنوين جه وبعد كده حرف الغين، وقلنا حروف الغين دي من حروف ايه الإظهار، يبقى فلهم أجر غير ممنون. يبقى يا جماعة أي تنوين هيقابلنا يجي بعدها حرف من الحروف دي اللي هي عين أو غين أو ح أو خ أو همزة أو هاء، ننطق التنوين، والحروف دي سموها حروف الإظهار. زي ما وضحت لكم كده يا جماعة في الحكم الخامس، قلنا إن أي تنوين هيقابلنا من أشكاله، أي أشكال من أشكال التنوين يجي بعدها عين أو غين أو ح أو خ أو همزة أو هاء، نبين التنوين ننطقه. زي مثلا غاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب مثلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يومئذ عن النعيم. مثلا ناصية كاذبة خاطئة، تنوين كده خ، وخ من حرف ايه الإظهار. مثلا فلهم أجر غير ممنون، تنوين بعد كده غين، أجر غير ممنون. الحكم السادس يا جماعة بصوا بقى، أي بقى يا جماعة تنوين يقابلنا، أي تنوين أو أي نون مش عليها حاجة، أي تنوين أو أي نون مش عليها حاجة ويجي بعدها أي حرف بقى، أي حرف من الحروف اللغة العربية اللي ما عدا حروف يرملون أو حروف الإظهار، أي يا جماعة تنوين يقابلنا أو أي نون مش عليها حاجة يجي بعدها أي حرف غير حروف الإظهار أو غير حرف من حروف يرملون، نعمل فيها ايه؟ هقول لكم نعمل فيها ايه. بصوا ادي تنوين اهو ايه، والحرف اللي بعدها جه ايه ذال، الذال دي من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الإظهار اللي هي عين او غين او ح او خاء او همزة او هاء؟ لا. يبقى نعمل فيها ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب،
ونمدها حركتين. سيصلى نارا ذات لهب في سورة مثل الفلق اهو يا جماعة. النون دي عليه حاجة؟ مش عليه حاجة. طب جه بعدها حرف ايه؟ حرف الشين. الشين ديت من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الإظهار؟ لا. يبقى من شر، من شر، من شر. سورة مثل القارعة النون دي يا جماعة عليه حاجة؟ لا مش عليه حاجة. طب جه بعد حرف ايه؟ حرف الث. طب الث دي من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الإظهار؟ لا. يبقى ايه؟ فأما من ثقلت، فأما من ثقلت ومدها حركتين. فأما من ثقلت. وفي سورة الضحى مثلا يا جماعة هنا اهو في سورة الضحى التنوين دوت جه بعديه حرف ايه؟ الف. الف دي من حروف يرملون؟ لا. طب من حروف الإظهار؟ لا. يبقى ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما فآوى. زي ما وضحت لكم كده يا جماعه في الحكم السادس قلنا ان اي تنوين هيقابلنا من اشكاله او اي نون مش عليها تشكيل يجي بعدها حروف، اي حرف من حروف اللغه العربيه كلها اللي ما عدا حروف يرملون او الاظهار اللي قلنا عليها نعمل ايه؟ ما ننطقش التنوين. وهنعملها زي ما انا هوريكم كده. مثلا سيصلى نارا ذات لهب. مثلا من شر، من شر غاسق إذا وقب. مش هننطق النون اهو. من شر. مثلا فأما من ثقلت، فأما من ثقلت موازينه. السابع بقى اللي عايز اشرحه ايه هو؟ اي بقى يا جماعة نون، اي نون تيجي في وسط الكلمة ما تتنطقش اهو. النون دي في وسط الكلمة اهي مش عليها اي تشكيل، لا تنطق وتتمد حركتين. يعني زي مثال ولا انتم، ولا انتم. سورة العصر إن الإنسان، إن الإنسان. أي نون يا جماعة تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش ونمدها حركتين. إن الإنسان. زي ما وضحت لكم كده يا جماعه في الحكم السابع قلنا ان اي نون تيجي في وسط الكلمه وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش. زي مثلا فأما الإنسان، فأما الإنسان، مش الإنسان، لا الإنسان. مثلا مثلا ولا أنتم، ولا أنتم، مش ولا أنتم. النون مش عليه حاجة. ولا أنتم. الحكم الثامن أي نون يكون عليها الميم ديت أو أي نون يكون عليها الميم اللي فوق ديت ما تتنطقش النون وننطقها ميم. كلا لينبذن، كلا لينبذن. أعتقد الحكم ده سهل أوي. زي ما وضحت كده يا جماعة في الحكم الثامن قلنا إن أي نون يكون عليها علامة الميم الصغيرة دي هتتقلب ميم. زي مثلا كلا لينبذن ونرفع عليه حركتين. كلا لينبذن في الحطمة. الحكم التاسع بقى اللي عايز اقوله يا جماعة بصوا، اي ميم تيجي الميم اللي انتوا شايفينها صغيرة ديت يكون الحرف اللي بعدها ب، مش هننطق الميم وهننطق الب ونمدها حركتين. وجيء يومئذ بجهنم اهو ما نطقتش الميم وهنطق ب ونمدها حركتين. وجيء يومئذ بجهنم. سورة الفيل. بصوا يا جماعة اي ميم ما يكونش عليها تشكيل فاضية من فوق ويجي بعدها حرف الب خلاص برضو تتنطق ب، يبقى ترميهم بحجارة وهنمدها حركتين. ترميهم بحجارة. يبقى يا جماعة زي ما اتفقنا اي ميم هتقابلنا صغير
صغيرة من اللي انا وريتها لكم ويكون بعدها حرف من ايه، حرف ب، هننطقها ب. واي ميم ما يكونش عليها تشكيل والحرف اللي بعدها يكون ب، هنعمل ايه؟ نمدها حركتين وننطقها ايه؟ ب. ترميهم بحجارة. زي ما وضحت كده يا جماعة في الحكم التاسع ان اي ميم ما يكونش عليها تشكيل ويجي بعدها حرف الباء ما ننطقش الميم وهننطق الب. مثلا زي مثلا ايه، وجيء يومئذ بجهنم، اهي ميم جت صغيرة اهيت وجت بعدها ايه؟ حرف الباء. وجيء يومئذ بجهنم. مثلا ترميهم بحجارة، ترميهم ميم مش عليه حاجة كده به، ترميهم بحجارة من سجيل. كده يا جماعة أنا يعني عملت فيديو بيتكلم فيه بنسبة حوالي 70% من تجويد القرآن. وانا يا جماعة يعني عشان ما بقاش في حد ليه حجة، كل واحد يقول لك احنا ما بنعرفش تجويد القرآن وهم بيصعبوها علينا واحنا مش عارفين نعمل ايه، مش يعرفوا يشرحوا والموضوع صعب. اعتقد يا جماعة انا سهلته على قد ما اقدر وما لعبكتش الدنيا زي ما بيقولوا، وسهلتها على قد ما اقدر. فانت المطلوب منكم حاجتين. الحاجة الاولانية يا جماعة انك تحمل الفيديو دوت وتنزله عندك، وكل 3-4 ايام تطبق حكم. يعني ايه؟ يعني مثلا الحكم الاولاني كان اي ميم واي نون عليهم شده نقف عليهم حركتين. انت مثلا ليك ورد من القران مثلا 5 صفح في اليوم، انت عليك انك انت الحكم الاولاني دوت تقعد تقرا ورد دوت، ما تركزش في اي حاجه من الاحكام غير في الحكم الاولاني اللي هو الميم والنون. اي ميم ونون تشوفها وانت بتقرا تركز، دي عليها شده يبقى هي دي اللي انا هقف عليها حركتين، ومالكش دعوه بالاحكام التانيه. بعد لما تتمكن من الحكم دوت خش على الحكم اللي بعده، مثلا قد بجد. بعد لما تتمكن من الحكم التاني دوت خش على الحكم التالت، وهكذا. يبقى في خلال اسبوع او اسبوعين هتكون اتمكنت من ايه؟ من كل الاحكام. انا يا جماعه يعني طبعا ده مش كل احكام التجويد، دي بنسبه زي ما قلت لكم يا جماعه 70%. فمش عايز حد يبعت لي يقعد يقول لي انت يعني قصرت ومش قصرت، لا انا عملت اللي اقدر عليه. اسال الله ان يتقبل مني. الحاجه التانيه يا جماعه، يا ريت يا جماعه نشير الفيديو دوت ونبعته لكل الناس، لان دي مشكله. لو طلعنا وقابلنا ربنا ومتنا هنقابل ربنا هنقول له ايه؟ احنا ما اتعلمناش كلامك يا رب، طب جينا الدنيا ليه؟ فيا ريت يا جماعه اللي يشوف الفيديو دوت يشيره ويبعته لكل اصحابه، واديك بتتعلم تجويد القران وانت ايه؟ وانت قاعد في بيتك، ما نزلتش رحت اي حته. فاصلا يتقبل مني وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.